قصة محمد المجذوب. هذا محمد المجذوب شاعر سوري، هذا كان مستشار الرئيس السوري يوم من الأيام، كان مستشاره، يعني مستشار الرئيس السابق حافظ الأسد، كان هذا محمد المجذوب مستشاره. فهذا يوم من الأيام اجى إلى البصرة، هو يروي يقول أنا عندي صديق بالبصرة فجئت أزوره، هو صديقي شيعي يقول بالبصرة، لأنه هو مو شيعي محمد المجذوب. يقول صادفت زيارتي أيام أو استشهاد الإمام علي أو ولادة الإمام علي. يقول فأنا شفت الناس طالعة رايحة، فقلت ما الذي يحدث؟ فهذا صديق الشيعي بالبصرة قال هاي الناس أيام شهادة الإمام علي تروح لمقام الإمام علي للنجف لقبر الإمام علي، يزوروا الإمام علي ويرجعون. قال يعني هاي الناس كلها بالآلاف رايحة لزيارة علي بن أبي طالب؟ قال نعم. قال والله أنا عندي صار يعني حب المعرفة، ألا تأخذني مع هؤلاء الناس؟ فقال يلا نروح نزور بالنجف. يقول هذا صديق الشيعي أخذني للنجف. يقول احنا وصلنا على باب النجف، وإذا أنا متصور أني رايح على مقبرة ونمر بين القبور، فيقول لي هذا قبر علي بن أبي طالب، فأنا أضع يدي على القبر وأقرأ الفاتحة، يعني هكذا يعرفون الطبيعة أنه والله رايح على قبر أقرأ الفاتحة. يقول من بوابة النجف أنا رأيت قبة عملاقة مذهبة ومآذن تناطح السماء علوا. يقول أنا بعدين سألت قلت ما شاء الله، هل قصر هذا إلمن؟ لعل هذا حاكم النجف، هل قصره المذهب بقباب وكذا؟ قال أي قصر؟ قلت هذا القصر الكبير اللي عليه قبة مذهبة ومآذن تناطح السماء علوا. قال إيه هذا قبر علي بن أبي طالب. فيقول أنا انصدمت، محمد المجذوب السوري يقول أنا انصدمت، هذا قبر علي بن أبي طالب؟ أنا متصور رايح على مقبرة وتأخذني إلى قبر مبني وأنا أقرأ الفاتحة. يقول تعال حتى تصل تعرف. يقول احنا وصلنا وإذا مقام رائع كبير، تعرفون بعد مقام أمير المؤمنين بذاك اليوم سموه الآن، بذاك اليوم يقول قبر عملاق. يقول رأيت الناس بالآلاف تدخل إلى قبر علي، بعدين دخلت شفت هالذهب هالحيطان هالصفائح هالقباب، لك الأعتاب من الذهب، والناس تطوف بقبر علي كأنها الكعبة بين أيديهم، وهذا يسجد لله، هذا يصلي، هذا يركع، هذا يدعو. تعرفون قبل أيام كيف كنا نطوف حول مقامات أهل البيت؟ يعني كنا نطوف لأنه حتى الناس يسهل عليها أن يصلوا إلى المقام وإلى الشباك. فيقول أنا رأيت هذا المشهد فظل في نفسي، رجعت إلى الشام سألت بعض الناس قلت يابا تعالوا وين قبر صاحبنا معاوية، أريد أزور قبر معاوية خذوني إليه. يقول فما أحد دلني. يقول أنا رحت أبحث فطفل صغير قلت له خذني إلى قبر معاوية وأنا أعطيك فلوس. يقول أخذني طفل، قال أنا أعرف أخذني. يقول وصلت على غرفة هكذا جدرانها مشققة، عليها قبة صغيرة تكاد من الضراعة تسقط. يقول أنا وقفت هكذا أنظر، أقول هذا قبر معاوية اللي حارب علي بن أبي طالب وقتل علي بن أبي طالب ومنع وسب عليا على المنابر، وظل الإمام علي يسب 80 سنة على المنابر بعد معاوية. هذا قبرك يا معاوية وذاك قبر علي بن أبي طالب. يقول وقف هكذا حزين على قبر معاوية يخاطب معاوية يقول لا أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها، والسؤدد أين الدهاء، نحرت عزته على أعتاب دنيا، سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح، يعربد أأبا يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول، وباب سمعك موصد قم وارمق النجف الأغر بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد.